شريف مجدي عبد الغني مجدي عبد الغني على الطاير بيجيب الجول الاولاني في الدقيقه 29. شوطه حلوه هنشوفها تاني الخطيب زمانه وهوبا جول 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 جول. خط الوسط مصطفى عبده برجله الشمال ومجدي عبد الغني جول جول مجدي عبد الغني قنبله. مجدي عبد الغني 25 سنه مجدي عبد الغني ولسان سعدات مجدي عبد الغني. يا سلام يا مجدي طالع ايه وهد ايه وحلاوه ايه جوه جول قنبله مجدي عبد الغني. انما جول حلو حلو حلو. كورنر مصطفى عبده لسه بقول لحضراتكم سيطره تامه من النادي الاهلي وعلى طول مجدي عبد الغني ما خيبش ظني. وكورنر مصطفى عبده ومجدي يطير وفوق يعلى ونانا ويعلى كوندي ونجوى اطول منه بكتير ومجدي عبد الغني يحط جول جميل جميل جميل. الجول الاول للنادي الاهلي في الدقيقه تقريبا 33 يجيبه مجدي عبد الغني نجم وسط النادي الاهلي ومنتخب مصر. وربيع للخطيب لاسامه للخطيب وحلوه لربيع ياسين ومش اوف سايد وماشي وعدى من فرحي وممكن يبص بره ويلعبها بالعرض ويلعبها ايه جوه جول مجدي عبد الغني جوه جول. الجول الثاني للنادي الاهلي يحرزه مجدي عبد الغني من 3 تمريرات حلوه بين اسامه والخطيب والخطيب يلعب كوره حلوه وربيع ياسين يمشي بيها من فرحي على ميهوب عدى حلوه وبص يشوف الخطيب فين انما يلعبها حلوه لحمدي وحمدي لعلي هيئ نفسه ممكن يشوط انما ظهره حلوه ممكن جول جول مجدي عبد الغني يحط الجول الثالث للنادي الاهلي. جول للنادي الاهلي يحرزه مجدي عبد الغني بعد بدايه 13 دقيقه. النادي الاهلي وهنشوف مين اللي هيلعب الفاول وداخل شريف وصلحها بره المجدي اللي شاط شوطه جامده جوه الجون. الجون الثاني للنادي الاهلي بعد مضي حوالي 23 دقيقه.